الشعر الشعبي لعب دورا كبيرا في المجتمع الجزائري بمسايرته ليوميات الأسرة الجزائرية، حيث كان الشعر الشعبي سلاحا فعالا إبان الثورة التحريرية وتعبيرا عن قيم المجتمع الجزائري إلى يومنا هذا. الشاعر عمار علواش شاعر صنع بأبياته حكمة وعبرة تنمي أخلاق المجتمع. عبد الحميد دواجيت والتفاصيل. يا حسرة عليك يا دار الدنيا وقرارة برجالها عنها قالوا كيما كنت صحيح يتولعوا بيا والعبد اللي كبير تسمع طحوالو. يا وليدي وعلاش فرطت فيا وما قلت شبينا واش صرالو، راني في باب الزوار في حالة مؤذية وخايف من الايام عني طوالو. تراث ثقافي وموروث شعبي يرتبط بذاكرة الأمة وهويتها، هو الشعر الشعبي الذي ساهم ولا زال في تقويم سلوكيات المجتمع الجزائري بمعايشته ليومياته. فالشعر الشعبي كان سلاحا علقما إبان المقاومات الشعبية ضد المستعمر الفرنسي. عمي عمار أحد الشعراء المخضرمين الذين حافظوا على هذا الإرث الثقافي باختلاف مشاربه. شفت الشيخ بكى ودمعه كي المطار، قال لي مفراق الوليدات زاد الهم عليه، أولدي وين راك متوجه بيه؟ خليني بالك ما نطولش عليك، راني قريب نرحل من الدنيا واللي ليا قاعد تقعد بين يديك، كبر بيا يا ابني وارفع بيا، وإلا أنت عصيتني ولدك يعصيك، ما تربي له صحتك لا ذرية والولد اللي تكبروا ويروح عليك. حاشا ولدت الحلال يا سامع ليا، أمن طعت الوالدين الجنة تأويك، حاشا ولدت الحلال يا سامع ليا ويا من طعت الوالدين راني خاطيك. شعر شعبي يسير الزمن ويحاكي هموم الأسرة الجزائرية التي تلخصت في لم شملها في زمن تغيرت فيه مفاهيم ومعالم بناء الأسرة الجزائرية. محلاهم سهرات فوتناهم بيك، محلاها سهرة ليلة وطوالي، كي تخطيك الصحة تعود مدعي والديك وتولي مذلول بين الأهالي. يا من تضحك راه ليا متوريك، يصرى لك كيما صرى لي وجرالي. يا ربي هذا الشعر راه رافع يدو ليك يا شافي أيوب شافي الحال، يا قاصد للبهجة وعليها سلم، قول لها الشباب يا البهجة يهواك، هذا الطير راع اللي كيحوم الجزائر الغالية هو اللي سماك، هذا الوالي راه عليك يخمم سيدي عبد الرحمن راه ثم معاك، كان مهني الزين باسمك يتنعم يا الجزائر الغالية ربي يرعاك. قصائد واقعية راقية ترقى بمستوى فكر الشاعر ليعطينا صورة شعرية تلهمنا عبرة أو حكمة أو طريقا نسلكه. بهذه الصور الجميلة من الشعر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لمن فاتته التفاصيل هذه قراءة ثانية للعنوان.